السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أكتيو سبور. اليوم أول لقاء للنادي الإفريقي في البطولة الوطنية ضد اتحاد بنغردان. التشكيلة تاع الفريق كانت كالنحو التالي: كان معز حسن في حراسة المرمى، بن عبدة وياسين بوعبيد في محور الدفاع، غيث الزعلوني على الجهة اليمنى، الغريسي على اليسار، أحمد خليل وغيث الصغير ومعتز الزمزمي على الأطراف، موجود بسام الصرافي، حمزة الخضراوي، وكقلب هجوم موجود إيدو. النادي الإفريقي يبدأ بالسيطرة نتاعو أبارتير تقريبا من الدقيقة السابعة الثامنة. دونك الفترة الأولى كانت سيطرة لاتحاد بنغردان ومخالفات في وسط الميدان، منها ورقة صفراء في تقريبا الدقيقة الأولى لأحمد خليل قائد الفريق. دونك بعد النادي الإفريقي خذا بزمام الأمور، ولت الكرة تخرج نظيفة وتخرج معناها ماهيش سونتراج ديريكت، كانت تخرج الكرة لمسة كنترول باس، كانت تخرج معناها منظمة من الدفاع، تخرج لوسط الميدان، تخرج على الجناب وتوصل للمهاجم إيدو. ثم برشا كورة ضيعها فريق النادي الإفريقي، حمزة الخضراوي ضيع كورة، إيدو ضيع كورة، بس مستمر في كيف. واللاعب اللي عمل الفارق في النادي الإفريقي اليوم في وسط الميدان في الفترة الأولى خاصة هو اللاعب معتز الزمزمي، اللي كان معناها مايسترو في وسط الميدان، وخرج تقريبا الكرة كلها من عند معتز الزمزمي. كيف لاحظنا أداء ممتاز للشاب الغريسي، في حين إنه الزعلوني كان عنده شوية ديشي تكنيك وعنده شوي لعب معناها متسرع وما يعرفش يعمل الدوزاج في المجهود متاعه. دونك ثم برشا حاجات للإصلاح في الشوط الأول. المدرب بيتوني خدم خدمة واضحة، وثم البصمة متاعه واضحة في إخراج الكرة وفي طريقة اللعب السريعة وفي الكنترول باس، ما ثمش برشا تفلسيف في خروج الكرة. ثم اللاعب غيث الصغير اللي تم النفخ في الصورة نتاعو إعلاميا اللي هو مايسترو الفريق واللي هو ملاعب كبير، ولكن اليوم المستوى نتاعو كان دون المتوسط، لاعب عادي جدا. بالعكس كان معناها يرزن في اللعبة في وسط الميدان ويعمل حتى مام دي سونتراج غلطين ولا سونتراج ما يهزش راسه كي يعمل سونتراج، برشا كور غلطين خرجهم غيث الصغير. من الناحية الهجومية حكينا انه ايدو ما كانش موفق في الشوط الاول، كيف تقريبا في الشوط الثاني ما كانش موفق. دونك هدف كان مفاجئ بالنسبة لاتحاد بنغردان، كان ضد مجرى اللعب. الافريقيا كانت ضاغطة ومسيطرة في المناطق الامامية لاتحاد بنغردان، ولكن جت ركنية وهدف من الحباسي معناها خارج أو ضد مجرى اللعب. معز حسن ما نتصورش كان ينجم يعمل حاجة كبيرة، لكن أنتوكا غلطة في محور الدفاع وهدف من الحباسي. كيف بعد الشوط الثاني واصل النادي الافريقي في الضغط متاعه، والضغط هذا جاب نتيجة وجاب هدف تعادل عن طريق حمزة الخضراوي. ولكن كيف أخطاء دفاعية من وسط الميدان من أحمد خليل توصل حتى للمحور الدفاع ياسين بوعبيد وبن عبدة، والكرة توصل للمهاجم سيود اللي عفوا المهاجم بالوافي في الشوط الثاني، اللي يعمل مراوغة بالحارس معوز حسن، اللي يضطر انه باش يعمل الخطأ وضربة جزاء، وهدف الثاني لاتحاد بنغردان عن طريق سيود. دونك دخول حمدي العبيدي كان ضروري وكان معناها لازم باش يعطي قوة لهجوم النادي الافريقي، وهذا اللي صار. دونك خروج ايدو ودخول حمدي العبيدي، التغيير هذا اعطاه مفعوله وجاب الهدف التعادل عن طريق حمدي العبيدي في دقيقة تقريبا 87. دونك بعدين لاحظنا بيتوني حاول يدفع باللاعب آدم قرب، ولكن ما عطاش مفعول لأنه تقريبا في اللحظات الأخيرة تم التغيير هذا. في المجمل مباراة ممتازة، ثم طريقة لعب واضحة، ثم بصمة على المدرب واضحة، ثم رجوع في النتيجة على مرتين. دونك ثم قوة شخصية وقوة معناها تركيز من اللاعبية، ثم برشا نقاط للإصلاح، ثم برشا خدمة مازالت تنتظر فينا من الجانب الهجومي. في تيران صعيب، في تيران تارتون ما تنجمش تعمل فيه معناها فوليوم دو جو يكون كبير برشا، ولكن النادي الافريقي نجح تقريبا في التعديل مرتين، ونجح انه يفرض السيطرة على الاتحاد بنغردان عفوا.
لولا الأخطاء الدفاعية والحظ اللي ما كانش عند إفريقي، لأنه تقريبا ضاعت 4 أو 5 فرص في مجمل اللقاء. تقريبا 3 فرص في الشوط الأول أو شوط وفرصتين تقريبا في الشوط الثاني. دونك إذا كان عندنا معناها التجسيم موجود كانت النادي الافريقي تخرج بنتيجة اللقاء. ولكن في المجمل ما تنجمش تلوم الملاعبية على اول لقاء اللي معناها تطلب منهم اكثر من اللي عملوه اليوم. ثم برشا نقاط للمراجعة، ثم برشا ملاعبية لازم معناها يراجعوا المستوى نتاعهم. نحكي على ايدو، نحكي على احمد خليل، نحكي على غيث الصغير، غيث الزعلوني كيف لازم يهذب اللعب نتاعه وينقص من الدشي تكنيك وينقص من اونتر جيمي معناها الفرفشه الزايده. الملاعب يفرفاش، ما يعرفش يعمل دوزاج في لي فور فيزيك نتاعو، وعنده اغلاط تكتيكيه واضحه برشا. دونك بالتالي المقابلات نتصور النادي الافريقي يكون المردود نتاعو احسن في المستقبل. وبرشا خدمه كما حكيت مازالت تنتظر في المدرب، وتغييرات ان شاء الله في الابارتي من اللقاء الثاني. ثم برشا تغييرات ان شاء الله نتصور باش تكون موجوده في التشكيله. حمدي العبيدي نتصور ياخذ اكثر فرصه واكثر معناها وقت متاع لاعب انه ينجم يعاوننا من الناحيه الهجوميه. دونك في انتظار معناها دخول المنتدبين الجدد اللاعبين معناها الاجانب. نتصور الافريقي تتحسن والبصمه تاع المدرب بدت توضح وواضحه. دونك القادم باذن الله افضل بالنسبه للنادي الافريقي. وان شاء الله الجمهور ما يسلطش ضغط على الملاعبيه، ما يسلطش ضغط على المدرب. كيف ان شاء الله نحن كجمهور نادي افريقي ننقصوا من حلان اونتر جيمي معناها، والشكر الكبير للملاعبيه على باس يعملوا. نبدو معناها هاو ملاعب كبير هكذا. نتذكر غيث الصغير الموسم الفارط الناس تشبه فيه ببيرلو وناس تشبه فيه بكروس وما نعرف شنو. السنة شفت معناها كي جت معناها لعبة تكنيك وناس ملاعبية معه في الوسط ما عمل شيء السيد غيث الصغير. بالعكس شخصيا نشوف فيه انه كان احد اسباب معناها ضعف في وسط الميدان في نادي افريقيا اليوم، ورزن برشا وسط الميدان. دونك ان شاء الله الجمهور معناها يخلي الجمعية تخدم، خلي المدرب يخدم على روحه، ومازالت برشا اصلاحات في الفريق. وبدخول المنتدبين الجدد ان شاء الله باذن الله المستوى يتحسن. وان شاء الله الماتشات الجايين تصير الانتصارات والتروا بوان ان شاء الله في قادم الجولات ان شاء الله موجوده. وكما حكيت كنا في مستوى ضعيف برشا. دونك التغيير يلزمو طريف وقت ويلزمو برشا معناها تجانس في اللعب بين الملاعبية. وبإذن الله القادم أفضل بالنسبة للنادي الإفريقي. وإن شاء الله اللقاءات الجاية نشوفوا مردود أحسن من اليوم، ونشوفوا أكثر تجسيم فرص وخدمة كبيرة مازال تنتظر في المدرب بتوني. وإن شاء الله القادم أفضل، وربي يصبرنا على إيدو، وربي يصبرنا على أحمد خليل، وربي يصبرنا على غيث الصغير، وربي يصبرنا على العالم اللاعبية اللي ما يعطيش مردود ممتاز في النادي الافريقي. وديما فورزا سيا والافريقي تعيش.